هذه البلكونة التي خلفي حددت جزء من تاريخ أوروبا. في سنة 1813 أصبحت هذه المنطقة تقريبا هي عاصمة أوروبا. اجتمع ثلاثة من القياصرة واتفقوا ضد نابليون وهزموه في معركة حاسمة سنة 1813، وأصبحت تبليسي هذه المدينة الصغيرة الوادعة في جمهورية التشيك المشهورة بالحمامات الطينية والمشهورة بالمياه الكبريتية. من هنا من هذه البلكونة تقرر مصير أوروبا سنة 1813، أي أن مصير أوروبا تقرر داخل الحمامات الطينية الصغيرة التي في هذا المبنى. كما ترون الحمامات الطينية بمعنى أماكن الاستشفاء. أنا الآن من تبليسي سأروي لكم بعض المعلومات التي لا يعرفها إلا القليل جدا، بل إنه بعض سكان تبليسي لا يعرفون هذه المعلومات، والفضل بعد الله إلى الباحث القدير المؤرخ طراد الأسمري الذي يمدني بمعلومات كاملة عن أي مدينة أزورها، وأيضا المهندس حسين المشعل. هذه المعلومة أنا ما شفت أحد قالها قبل، إنه هذه البلكونة ومكتوب عليها التفاصيل طبعا في تبليسي. من هنا من ضواحي تبليسي في منطقة تسمى بوهيميا، هذه منطقة قديمة ومشهورة كانت تحكمها ملكة. هذه البحيرة وغيرها من البحيرات تشير إلى الحمامات الساخنة. اسم تبليسي زي ما يقولونها تعني باللغة التشيكية القديمة المياه الساخنة. ولقصة المياه الساخنة واكتشافها كعلاج قصة ظريفة نستشهد فيها. تعرفون القهوة زي ما قلت لكم، تذكرون القهوة، تقول أكثر الروايات أنه اللي اكتشفها راعي اسمه خالدي في أثيوبيا، كان عنده عنز متعبة فاقتاتت على بعض حبيبات البن، وبعدها أصيبت بالنشاط والحيوية والاستشفاء، فعرف خالد أنه حبيبات البن هذه منشطة ومقوية كعلاج. قصة اكتشاف العلاج بالطين والماء الساخن لا تبتعد عن هذا كثيرا. يقال أنه راعي في تبليسي كان عنده خنزير في عرج، وبدأ الخنزير يتمرغ في الطين والماء الحار فتعافت رجله. فاكتشفوا الناس في ذلك الوقت، أو الراعي اكتشف أنه هذه العيون الساخنة مع الطين تعالج. هذا كان سنة 762، وقد وثق أول حمام استشفائي بالطين والماء الساخن، وثق حسب المصادر الرسمية سنة 762 في تبليسي، وتعني الماء الساخن. هل انتهت الحكاية؟ لا، لم تنتهي الحكاية، باقي كثير أشياء نقولها عن تبليسي. على هذه الأرض، أقصد تبليسي، التقى الفنان الكبير بيتهوفن مع الفيلسوف الألماني غوته. التقوا وكان بينهم مسامرات أدبية طويلة، بل إنه السيمفونية السابعة والثامنة وبداية التاسعة كتبها بيتهوفن وهو في منطقة تبليسي. أيضا كتب بعض الرسائل، وأيضا غوتي كتب بعض الرسائل. أما تبليسي بسبب وجود المياه الساخنة فيها، فيقال أنه كل منطقة التشيك أو أغلب مناطقها تقع تحت جبال بركانية تحتها عالية الحرارة، وبالتالي تطلع المياه ساخنة ويطلع الطين بكثرة. هل انتهينا؟ لا، باقي. المفارقة العجيبة أن هذه المدينة رغم ثرائها وعمقها المعرفي يقود اقتصادها الآن هذا المصنع AGC. هذا يصنع زجاج على مستوى العالم، أكبر مصنع زجاج يعتبر في العالم. تشوف سيارتك القزاز اللي عليها من هذا المصنع وأمثاله في هذه المدينة تبليسي. أنا الآن في ضاحية من ضواحي تبليسي اسمها دختسوف، احفظوا الاسم دختسوف. هذا القصر مميز على مستوى العالم. ليه؟ لأنه أشهر عاشق في التاريخ اللي هو الإيطالي كازانوفا. وعلى فكرة يوم أنا صغير كنت أشتري دائما عطر كازانوفا. أشهر عاشق في التاريخ اسمه الإيطالي كازانوفا، عاش هنا 13 عام، وكتب سيرته الذاتية التي بدأها في سنة 1789. كتب فيها مغامراته وعشقه وغرامه وعلاقته بالنساء، وعلاقته في الكاتب الكبير فولتير الإيطالي،
والأهم طريقة هروبه من سجن الرصاص في البندقية، وكيف واجه أزمات عصره. رواية كازانوفا رواية مشهور، سيرته مشهورة ومعروفة، هنا كتبها. هذا اللي يعطى القصر ميزة وجعله معلم سياحي على مستوى العالم، لأنه قصة كازانوفا العاشق مشهورة على مستوى العالم. وتحت هذه الشجرة كان يجلس ويكتب ويتأمل ويعيش حياته. هذا ما يمكن أن نقول عن هذه المدينة وهذا القصر. يا قوم، وأنا الحين في تبليسي ومبسوط جدا. مبسوط ليه؟ اليوم أنا في المصحة شفت فعلا تواصل الرحم، وأيضا قوة البر بالوالدين والأقارب من خلال العوائل الخليجية اللي شفتها. مثلا تشوف واحدة وأمها، واحد وأبوه، واحد وأمه، واحد وزوجته، زوجة وزوجها يساعدون بعض. الحقيقة هذا أشعل عندي روح الأمل إنه ما زلنا الحمد لله بخير، والله يزيدنا خير على خير على هذا التواصل. فعلا في المستشفى تشوف كل واحد جاي معه قريب له، وهذا شيء جيد، بعكس الأوروبيين اللي يشوف كل واحد جاي لحاله ولا ما واحد يساعده ولا شيء. الاستقلالية جميلة لكن ليست في كل شيء. إبراهيم عليه السلام يقول: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. شوف البط، وريهم البط يا حسين. شوف البط، تعال تعال تعال، شوف 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 التصالح مع الحياة. ها، شوف البط، ها، شايف البط؟ ها، تعالي لي يا بطة، لا 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 لا، شيلي لي الشنطة، لا 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 لا، تعالي لي يا بطة، لا 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 لا، شيلي لي الشنطة، لا 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 لا. شايف يا حسين؟ هنا تعال لي، هنا نقول أطفال نخرج للدنيا أنا وحسين، ولا لا يا حسين؟ شوف البط، ها، شوف الغريبة كيف. ها، هل تعرفون ماذا تعني لي هذه اللوحة؟ أنا بالنسبة لي تعني اللوحة هذه تعني تعدد الجمال وتقبل الأذواق، الأذواق الكثيرة. هذه شوفوا مثلا وردة، وردتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، كذا شكل. تعال هنا برضو يا حسين، 8، 9، 10، 11 نوع، كل واحد أحلى من الثاني، ولا فيها أبدا شيء يشبه الآخر، لكن كلها حلوة. هذا اللي يخليني دائما أقول لكم يا جماعة: الجمال متعدد، الجمال متعدد، كل الألوان حلوة، كل الألوان جميلة. وأحيانا الشخص نفسه يحلي اللبس، زي الأسماء أحيانا المسمى يحليها. يعني واحد اسمه حسين، حسين يحلي الاسم أحيانا، واسم الاسم واسم حسين حلو. بالله شوفوا هذه برضو نفس الشيء. هذا التعدد في الجمال اللي دائما أنا أقول يا جماعة ركزوا على الجمال المتعدد. لا تعطيني قواعد انت تعلمتها هذا ما يمشي مع هذه قواعدك انت، مش قواعد قانونية. يعني حسين دائما يقول: العرفج ترومتر الجمال، الترومتر حق اللي قاس فيه الجمال. يقال أكثر أناقة من العرفج وأقل أناقة من العرفج، ولبسي بسيطة. كل هذا لقيت واحدة تشتغل بالصوف في تشيك وسوت لي إياه، وهذا بقايا ستاير أخواتي وبس. يقول شيخنا أبو سفيان العاصي: عندما هجرت الكتاب زارني الاكتئاب، زارني الاكتئاب. يا جماعة الكتب تشرح الصدر، الكتب تشرح الصدر. المتنبي يقول: أعز مكان في الدنا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتابه. شوفوا الفنان العالمي لما رسم البنت حط فيها شنطة، لكن الشنطة في داخلها وشه كتاب. وهناك من يقول انه كتاب، وهناك من يقول الشنطة. طبعا الفنان ما علمنا، لكن انا قراءتي انه هذه شنطة في داخلها كتاب، او هي كتاب مغلف كذا جميل. لا يعنيني الا اهتمام الفنان بالكتاب. عندكم اعتراض ينقز لي واحد: هذه شنطة يا غبي. يا سيدي شنطة خلاص، انت اعتبرها شنطة، انا بعتبرها كتاب. يعني في الناس، بعض الناس ودي يطلع توتراته على حساب الردود، يعني يرد كذا ويصحح. قل له هذه شنطة بدون ما تقول يا غبي، والمشكلة انك دكتور، والمشكلة انك اعلامي. ما ادري كيف هذه، المشكلة انك اعلامي، وانت اعلامي ليش تتابعني؟ المعنى في قلب النحات. نعم، المعنى في قلب النحات. يلا.